وده كان ساعة أذان المغرب بتاع يوم الاثنين، وفطرت على عصير مانجا من غير سكر. يلا نبتدي. احنا بدأنا رحلتنا ازاي؟ أول حاجة من امبارح بالليل نويت ان انا هصوم الاثنين، والأولاد قرروا يصوموا معايا. أولا هي عبادة وسنة جميلة لازم نحياها كلنا مع بعض من صفحة دفى البيت، وكمان عشان صحتنا. أنا مش بحب أعمل دايت أو نظام غذائي، ما بعرفش أمشي عليه، فقررت الصيام جميل، صيام اثنين وخميس كفارة للي علينا والأيام اللي علينا، سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكمان صحة لينا، صوموا تصحوا. وفترة التعب يا جماعة اللي أنا مريت بيها واللي لسه ما زلت فيها علمتني حاجات كتير قوي، طلعت بيها بدرس مهم في حياتي، إن أنا لأول مرة في حياتي أمنع السكر وأقول له لحد هنا وكفاية، مع إني ما كنتش أتخيل حياتي من غير سكر. بقالي شهر موقفة سكر على قد ما أقدر. ما تتخيلوش أنا كنت عاملة إزاي. كنت تقريبا عاملة زي أحمد زكي في فيلم المدمن. حاجة كانت صعبة. بالليل أقوم زي المجنونة عايزة أكل أي حاجة مسكرة وأحاول أمسك نفسي، والأول مرة، لأن بجد تعبت بجد. مفيش مناعة، تعب كتير، إرهاق، ضغط عالي مع أي دور برد. طبعا ده إنذار من ربنا، إحنا بهدلنا صحتنا بالسكريات. فأول حاجة قدرت أعملها هي السكر، والمرحلة الجاية هتكون المشي، وطبعا الأكل يبقى صحي. التوابل والبهارات نجيبها في البيت وننقيها ونحمصها بإيدينا، إن شاء الله حاجة بسيطة بحاجة بسيطة. والصلاة، الصلاة جميلة، بتقوي الروح وتخلي الأولاد يلتزموا بالصلاة. أهلنا زمان وأمهاتنا كنا دايما بنلاقوهم بنصلوا، دايما نلتزم بصلاتنا، هي اللي هتدينا البركة في حياتنا. قلت اقوم اطلع بقى من دور التعب واشوف حياتي واشوف البيت. النهارده يوم صيام هخليه اجمل يوم في حياتي. بالفعل لقيتني فايقه وبدات اعمل، حتى لو تعبانه حاولت واجي على نفسي. عملت لهم صينيه فراخ مشويه ان شاء الله بالتفصيل، وتكه تكه الفراخ المشويه بطريقتي هنزلها لكم على القناه، انتظروها كلكم معايا. والحمد لله اليوم كان جميل وكان خفيف، ما بين الاكل وما بين الصلاة وما بين ان كل واحد يعمل له ورد قرآن يقرأ فيه. والحمد لله كان اليوم جميل جدا. كان التعب هو النقطة اللي فرقت معايا. يا ريت كلكم يا دفى البيت يا حبايبي كلنا مع بعض نقرر ان احنا نبطل سكر. ومع اذان المغرب شربنا بق العصير وبدأنا ناكل اكلنا، اكل صحي وحلو وخفيف، ولا دايت ولا غيره. اصلا لما شربت العصير من غير سكر لقيتني مرتاحة لأول مرة، اقوم من على الاكل وبطني مش وجعاني، مش زي رمضان كنت بقوم تعبانه اني بشرب عصير كميه رهيبه وبسكر وميه. الحمد لله. وبعد الاكل صلينا المغرب وغسلنا مواعيننا وريحت ساعه كده، لقيتني برضو مش تعبانه وجسمي الحمد لله لاول مره مرتاح. فده كان قرار جميل وقف السكر يا جماعه. يا ريت تجربوا معايا ونشجع بعض ونجرب مع بعض، واللي عايز يجرب يكتب في التعليقات انا هبدأ او انا مستعد. والحمد لله قعدت شوية ساعة كده وعملت بقى معاكم اهوت فنجان شاي جميل جدا من غير سكر، شاي اخضر ما فيهوش اي سكريات خالص. بقى لي فترة بحاول اشربه، بدأت بالشاي الاخضر عشان هو اخف شوية مرارة من الشاي التاني. جميل بيشجعني كمان، وكل باكيتة مكتوب عليها كلمة كده فيها تشجيع، بحب اقراها قوي مع كل فنجان شاي بعمله. وقلت النهارده مش هعمله في كوبايه، هعمله في فنجان عشان يشجعني. شوف مكتوب اصنع الفرص مما يعيقك، يعني الحاجه اللي بتعيقك خد منها فرصه. فعلا السكر فرق معايا، انا ما خسيتش ولا حاجه، بس جسمي مرتاح، حاسه براحه. وهنعمل فيديو تاني نتكلم فيه برضو عن السكر بكل وضوح، وايه اللي بيخلي جسمنا ما يحرقش. وشربت معاكم اهوت الفنجان. بصراحه لو لقيتوه مر سيبوه لما يبرد واشربوه لاول مره واحده كانه دواء، واحده على واحده هتتعودوا عليه. انا الاول ما كنتش بقدر استحمله، بعد كده بقيت انا اللي بدور على مشروب يبل ريقي. وانا بتكلم معاكم الدنيا شتت، راحوا العيال بقى والاولاد، منى هي تصور الشتاء. حسيت ان دي اشاره من ربنا بتقول ايوه انتوا ماشيين على الخط الصح ووقف السكر صح. يا جماعة دفى البيت مش لمة وعيلة وأكل، دفى البيت لمة وعيلة وأكل وقعدات حلوة بصحة حلوة.
الصيام مش جوع، الصيام تهذيب للروح وتهذيب وعادة وكمان تهذيب للقلب، وبتحس ان انت اقرب لنفسك. فيا ريت اللي عاوز يكمل معانا وشايف ان الفيديو ده مهم ويقول لي كملي، ويا ريت نشجع بعض على المشي، واللي يمشي مننا يصور ويبعت لنا صوره، واللي يصوم يبعت لنا صورة العصير او اكله.